يا مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة. النهاردة هنعمل مع بعض حالة سهلة وسريعة. هنعمل حالة البورصة البارد بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين شكله حلو ازاي؟ حاجة كده تتاكل أكل. طبعا ولادك بيغلبوكي في شرب اللبن. هندخله احنا في حالة كده سهل وسريع، هياكلوه معاكي هوا. شايفين شكله لوحده مغري جدا. تعالوا نجرب كده واحدة، نجيب واحدة. تقدروا على فكرة تعملوه في قالب بايركس عادي، بس أنا حبيت أقدمه في الطواجن دي. بس مفيش اي مشكله خالص، او في اي صينيه عندكم. شايفين شكله حلو ازاي؟ قوامه حلو قوي. قوامه كده تقيل شبه قوام المهلبيه، بس طبعا طعمه مختلف تماما عن المهلبيه. شايفين شكله حلو ازاي؟ ويتاكل اكله جميل جدا. عشاق بقى ايه؟ سد الحنك هيحسوا ان الحالة ده قريب من سد الحنك كده، وهقول لكم هو قريب منه ليه. اول حاجه معايا هنا لتر من اللبن، غليته كويس قوي. وبعد كده حطيت عليه كوباية من السكر، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وقلبتهم مع بعض. وهبدأ أحطهم على النار. محتاجين الخليط ده يدفى معانا شوية. أنا قلبت السكر على البارد عشان أطمن إن هو ده تماما في اللبن. وده السكر اللي احنا هنستخدمه في الوصفة، مش هنستخدم سكر تاني. زي ما انتم شايفين طريقة مفيش أبسط من كده. أنا هسيب اللبن بعد ما سخن، هبدأ أركنه على جنب، وهجيب حلة تانية. حطي فيها بقى ايه؟ نص كوباية من الزبدة. يعني قطع الزبدة كده حوالي نص كوباية. وعليهم كوباية من الدقيق. هنبدأ نحمر الدقيق في الزبدة دي. بس مهم قوي ان احنا ننزل بالدقيق على الزبدة، ما نسيبهاش كتير قوي على النار علشان ما تتحرقش مننا. كلنا عارفين ان الزبدة بتتحرق بسرعة على النار، وانا محتاجة الطعم الحلو بتاع الزبدة. زي ما انتم شايفين كده نزلت بكوباية من الدقيق. وهبدأ أقلب الدقيق ده وأحمره مع الزبدة على نار هادية جدا. الخليط هياخد معانا حوالي تلت ساعة على النار. زي ما انتم شايفين كده هوريكم القوام اللي احنا محتاجينه. ده قوام متماسك شوية صغيرين، هتلاقوا الخليط بيفك معاكي واحدة واحدة لحد ما يبقى سايل كده زي ما انتم شايفين. وهيدينا قوام كريمي. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. انا سبته على النار حوالي تلت ساعة، ممكن ياخد معاكي نص ساعة او اقل. بس مهم اوي انك تسيبيه على نار شمعة عشان يديكي اللون الفاتح بتاع الدقيق. هو ده القوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده، قوام كريمي خفيف ولونه فاتح وحلو جدا. هبدأ بقى انزل عليهم باللبن. اللبن بقى هننزل على الدقيق ده بالتدريج. يعني هتلاقي دي اول ما تنزلي عليه باللبن هيقفش معاكي جامد قوي. هننزل اللبن كده بالتدريج. ومهم قوي ان ما تخليش جنبك اطفال، وتبعدي ايدك علشان لا قدر الله بعد الشر عليكي. الحرق في المرحلة دي بيبقى صعب جدا زي الحرق بتاع الكراميل. زي ما انتم شايفين كده بنزل اللبن بالتدريج. بمناسبة بقى ان انا قلت لكم ان الحالة ده قريب قوي من حالة سد الحنك. عايزة اقول لكم ربنا يخلي طبعا كل جدتنا. كل واحد عنده جدة. الجدات بيحبوا قوي يعملوا الحالة بتاع سد الحنك ده، وانا جدتي من الجدات دي بتحب تعمل قوي سد الحنك ده في الليل. في مرة انا كنت زمان وانا صغيرة كنت جعانة جدا، وقعدت تقول لي استني هعمل لك بقى عندي شويه دقيق، وهعمل لك بقى ايه حته حلا كده سهل وسريع جدا. طبعا انا ما كنتش اعرف يعني ايه سد الحنك. لقيتها بقى عماله بتحمر الدقيق، وريحه الدقيق كانت مغرقه الشقه ومخليه جميل. عايزه اقول لكم يا جماعه والله قعدة قعدة التيتا او الجده ما بيتشبعش منها. وهي بتكون عاده يعني، مع احترامي لكل الامهات، بتهتم قوي بالاحفاد، وبتبقى عايزه تديهم عينيها. زي ما انتم شايفين الخليط خلص معايا على النار وتقل معايا. بعد ما نزلت اللبن طفيت النار، وبدات احط المصفى اللي انتم شايفينها دي عشان اطمن ان مفيش تكتلات من الدقيق، وصفيتها. وهبدا احطها في طاجن او اي صينيه عندنا، وهندخلها تحت الشوايه كده تاخد لون ووش مكرمل كده وجميل. فبقول لكم بقى طبعا كلنا بقى كل واحد مننا بقى كان ليه يوم طبعا بيروح اكيد لجدته. احنا طبعا كنا بنحب نروح يوم الخميس. طبعا تلاقيها بقى عامله لك كل ما لذ وطاب. الحلويات اللي انت بتحبيها والكيكات اللي انت بتحبيها، غير النايتيات اللي هي بتجيبها لنا، غير الالعاب. بجد كل واحد في حياته جده. ربنا يبارك في عمرهم يا رب، ويديهم الصحه والعافيه. احنا من غيرهم ما نسواش حاجه الصراحه. وطبعا ربنا يخلي امهاتنا.
برضو على راسنا من فوق. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات مواقف ليكم كده مع جداتكم، وهل فعلا الأكلة بتاعة سد الحنك دي لسه بتتعمل لحد دلوقتي، ولا هي مرتبطة بذكريات الطفولة فقط. يعني الجدات بتوع زمان هما بس اللي كانوا بيعملوها. شايفين بقى شكله حلو قوي لما طلع متكرمل وجميل، زينته بشوية من السوداني وشكله جميل جدا. وده بس كده، وحطيت شوية كده من التزيين كده سهل وسريع كده، اللي هو الأحمر، حاجة من الكاندي كده، طبعا عشان نجنن بيه أولادنا كده ونجذب انتباههم. وده كان فيديو النهاردة. حلى البورصة البارد سهل وسريع، بعد ما يبرد تماما تقدري تحطيه في التلاجة وتستمتعي بيه. تعالوا نشوف كده قطمة منه. لو عجبكم الفيديو ولسه مكملين معايا، متنسوش تعملوا لي لايك القمر والاشتراك علشان نسمع حكاوي بعض. واكتبوا لي تحت في التعليقات قصص ليكم مع جداتكم. و هستنى اراكم وتعليقاتكم. متنسوش باللايك القمر. شكرا لكم على المشاهدة، وباي باي.